ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جبت لكم معايا حل لعلاج مشكلة النمل. بيطلع دايما طبعا في الصيف بيتعبنا جدا، وخصوصا لما يكون عندنا اطفال، لان هو بيقرص جامد. فلما يقرص طفل ولا حاجة يعني بتبقى مشكلة وبتحمر. في اطفال كمان عندها حساسية، او معظم الاطفال في السن الصغير بيبقى عندهم حساسية من قرص الحشرات عموما. وكمان لما يكون في اي بواقي اكل او عيش او كده بنلاقيه بيقتحمها على طول، وده شيء بيضايقنا. طبعا انتوا شايفين قدامكم هنا ازازة دواء. ايه علاقتها بعلاج النمل؟ طيب مبدئيا كده انا الحل ده بستخدمه بقالي حوالي سنتين بالظبط، يعني السنة دي 3 سنة. هي ازازة واحدة بجيبها اول الصيف، يعني الازازة تمنها 10 جنيه. هي دلوقتي بقت ب10 جنيه، هي كانت الاول سبعة ونص تقريبا. المهم اسمه اكتوميسرين. كل اللي انا بعمله بفتح العلبة، بجيب الازازة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى فيها قد كده من السائل. مبدئيا هو علاج، يعني عافانا الله واياكم، علاج الجرب والهرش والحكة وكده. ما تستغربوش، هو يعني انت بس مجرد في الحتة اللي هترشي فيها ان شاء الله النمل مش هيمشي فيها طول الصيف لحد ما الصيف التاني يجي. ممكن حتى بتلاقي النمل حتى لما بيجيلك في السنة اللي بعديها بيجي بطريقة خفيفة، وخصوصا النمل اللي يعني الناس اللي بيبقى عندهم نمل بيجي بشكل كبير. انا بصراحة الوصفة دي شفتها على موقع فتكات تقريبا، واحدة كانت منزلاها، فما صدقتش بصراحة وجربت مبيدات كتير. لقيتني يعني تقريبا في اقل من شهر استخدمت حوالي ب50 جنيه مبيدات كل الانواع، وبيختفي شوية وبيرجع يجي تاني. وخصوصا مثلا بيقرص بقى صعب سواء الكبار او الصغار. فجبت قلت هجرب يعني مش مشكلة، كانت ب7 جنيه. والله يا جماعة يعني بصراحة سحر، يعني الحمد لله. وكل اللي قلت لهم عليه وجربوه يعني نفعهم جدا. كل اللي هتحتاجيه هي ازازة. بجيب الازازة بتاعتي كلها بفضيها في ازازة بخاخ، وبرجع امليها مية قد السائل، او ممكن امليها على الاخر عادي مش هتفرق، وبفضيها عليها. وببتدي ان انا بخ في كل الشقة حيطان. هو مش مزيت علشان يزيت لك حاجة، هو سائل عادي خالص، مش بيزيت ولا حاجة. هتستخدميه في كل مكان، مثلا في المطبخ بعد ما تنضفيه، ويستحسن بالليل تدهنيه. وان شاء الله مش هتحتاجي انك تدهني منه مرة تانية، لان الصبح طبعا بعد دهنتيه بالليل والصبح هتنضفي مكانه. هو مش حاجة مضرة زي المبيدات الحشرية، هو ممكن دايما بنستخدمه على الجلد. اهم حاجة بس ما يلمس الاكل اللي احنا بناكله، يعني هو عادي مفيش فيه حاجة. طيب بالنسبة للناس اللي برا مصر، ممكن يكون الاسم متغير عندهم، او في شركات تانية منزلاه بحاجة تانية. هو المادة الفعالة بتاعته بيرمثرين. بيرمثرين 5%. بيرمثرين 5%. يستحسن لما نجيبه، فيه منه نوعين للأطفال والكبار. طبعا نجيب للكبار عشان التركيز بتاعه بيبقى أعلى، اللي هو المادة الفعالة بتبقى 5% مش 2.5. ان شاء الله لما تجربوه مش ما تنسونوش تدعوا لنا، ويا رب نكون عند حسن ظنكم دايما. سلام عليكم.